السلام عليكم شباب. اليوم جبنا لكم فيديو جديد من قناة مصطفى جيمنج، واليوم يا شباب جبنا لكم فيديو بخصوص لعبة بلود سترايك يا شباب، وراح نتكلم عن الذكرى السنوية الثانية للعبة يا شباب. فيعني طالما في ذكرى سنوية تانية في اللعبة يا شباب، راح يجيب لكم كل الأشياء مضاعفة يا شباب، يعني بخصوص الهدايا ولا أي حاجة. طبعا لازم الأشياء تبقى مضاعفة، وهتبقى فيه هدايا كتير يا شباب بخصوص النات أو ملابس أو أي شيء يا شباب في اللعبة. فيعني طالما في الذكرى السنوية التانية لازم اللعبة تهتم. فلو انت لسه لحدك الآن يا صديقي ما منزلش لعبة بلود سترايك، الحق حملها الآن، عشان دي فرصتك انك تطور حسابك يا صديقي في اللعبة ويبقى حسابك ممتاز بخصوص اللعبة. وكمان انت لسه في الذكرى السنوية التانية يا اصدقائي، فيعني لازم اللعبة تهتم وكده. فيا صديقي لو انت لسه لحدك الان لعبة بلود سترايك ما حملتهاش، انا سايب لك الرابط تبعها في اسفل الوصف. فحمل اللعبة، واللعبة كمان بتشتغل على الأجهزة الضعيفة، يعني لو معك جهاز 32 جيجا ولا 64 اللعبة تشتغل معاك بدون أي مشاكل إن شاء الله. فيا شباب دي من أفضل الألعاب اللي تقدر تلعبها على جهازك الضعيف. يعني اللعبة دي لو جهازك إيه إن شاء الله تشتغل معاك وبكل سلاسة إن شاء الله يا صديقي. اللعبة ممتازة ومفيهاش أي مشاكل. واللعبة كمان بخصوص موسم رمضان نزلت شخصية عربية وكده، فيعني اللعبة مهتمة يا أصدقائي. فيا صديقي دي من أفضل الألعاب اللي هتقدر تلعبها على جهازك الأندرويد يا شباب، بخصوص الباتل رويال ولا المنظور الشخصي الأول. فاللعبة إيه بتحسسك بالمتعة، فأنت بتلعب إيه لعبة أسطورية، يعني كأنك زي إيه بتلعب كول اوف ديوتي كده، زي كول اوف ديوتي في زمانها. فاللعبة يا شباب واحدة واحدة هتتطور وهتبقى أفضل من كده بكتير. يعني اللعبة هي على كده كويسة، بس اللعبة قابلة للتطوير وهتبقى أفضل من كده بكتير. وافتكروا الكلام ده كويس. فيلا يا شباب نبتدي بالمود اللي راح ينزل في اللعبة. سفينة التحديث بيشرح عن سفينة اقتحمت وادي المهجور يا شباب، وزي ما انتوا شايفين الناس بتوصل هنا ومحدش عارف ايه التكملة يا شباب، لانه الشركة ما وضحتش اي حاجة غير الفيديو اللي انتوا شايفينه ده. فالشركة برضو كان لازم توضح اي حاجة او كده، بس هي اكيد مخليها مفاجأة للاعبين. فانا راح اشرح لكم توقعي، وان شاء الله التوقع ده هيكون نسبة 100%. تمام. بتفتكروا يا شباب لما كنا نلعب ببجي موبايل مود الفراعنة؟ اكيد يا شباب ما فيش حد ما بيعرفش المود ده طبعا. فهي السفينة دي زي كده يا شباب، انت ونازل من الطيارة بتبقى في مجموعة اماكن مخصصة بالسفينة دي. وبتنزل تفايض، يعني ايه اول حاجة بتنزل بتلود وبتفايض عليها. تمام. لو تم اقصائك في من فوق السفينة دي، فاكيد ليك حياة تاني مثل ببجي موبايل. تمام. فأكيد ليك حياة تانية وتقدر تنزل تاني على الماب. فأكيد يا شباب التوقع ده بنسبة 100% يا شباب اللي راح ينزل فيه لعبة بلود سترايك وملوش حل تاني. تمام. ما أصله مش معقولة السفينة دي راح تقدر تسوقها ولا تعمل أي حاجة طبعا. فالسفينة دي هتنزل تتفايض عليها وبتبقى في أماكن معينة، مثلا في 3 أو 4 في المود أو الماب. فيعني بتنزل زي كده بتفايض عشان ايه؟ بتجمع لود. لو جمعت لود بتنزل باللود خلاص. لو تم اقصاء خلاص كده انت تنزل بأي حاجة، تنزل بسلاح ولا بتنزلش بأي حاجة. فالتكملة بقى عند اللعبة. فيا شباب ان شاء الله التوقع داتي هيكون بنسبة 100% شباب في اللعبة وملوش تاني. فأحب أقول لكم رمضان كريم علينا وعليكم. ولو انت لسه لحدك الآن يا صديقي بتشاهد المقطع ايش منتظر؟ اضغط لايك، فعل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناة مصطفى جيمنج. ومع السلامة.